في بلد ينشد العدالة والإنصاف، قد تكشف حادثتان بسيطتان مفارقة موجعة بين صفعة خفيفة وتشويه لا ينسى. في أحد أحياء مدينة تمارة، شابة تدعى شيماء تقف وسط فوضى سوق شعبي، لحظة غضب وصفعة في وجه قائد سلطة وثقتها الكاميرات. صدى الصفعة يتجاوز الجدران إلى بهو المحكمة. رغم أنه لا يوجد جرح، فإن الشهادة الطبية قالت 30 يوما من العجز، والعدالة قالت كلمتها 2 في السجن، في ضيعة نائية ليست بعيدة عن تمارة. خديجة، شابة في مقتبل العمر، تستدرج إلى ما ظنته حفلا لتجد نفسها فريسة للتحرش، ثم الضرب بزجاجتين على وجهها. 88 غرزة، ندوب على الجسد، وصمة في الوجدان. ومع ذلك لم يحكم على الجاني بأكثر من 2 شهران فقط، وكأن الألم لا يحسب إذا لم يكن موجها إلى مسؤول. صفعة تكلف 2، وتشويه وجه امرأة لا يكلف سوى 2. فهل العدالة تقاس بما أهين أم بمن أهين؟ لا نطلب انتقاما، بل عدالة متوازنة. فكروا معنا، أي مستقبل نريد إذا كانت الكرامة توزن بالمناصب؟